الحمد لله رب العالمين، أكرم الوجود بمولد خير مولود، وشرف الأمة بمولد سيد الأمة. سيدي يا رسول الله، يا طب القلوب ودواءها، وعافية الأبدان وشفاءها، وقوت الأرواح وغذاءها، ونور الأبصار وضياءها. يا سيدي يا رسول الله، أنت الذي من نورك البدر اتسع، والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ، كلا ولا خلق الورى لولاك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقدوتنا وقرة أعيننا وأرواحنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس للناس، وأنفع الناس للناس، مفتاح كل خير ومغلاق كل شر، القائل أنا أول من يحرق حلق الجنة. فيقول الخازن من؟ فأقول محمد. فيقول الخازن بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. اللهم صل على من عليك له الرتب وكشفت له القلوب، فرق إلى ما لم يرق إليه الخليل، ووصل إلى ما لم يصل إليه جبريل، ونظر ما لم ينظره الجميل، ووصفته بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وصليت عليه أنت وملائكتك تحببا وتكريما، فقلت يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. رضي الله عن آل البيت الأطهار وعن الصحابة الكرام، ورضي الله عن التابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أيها المحبون للحبيب المحبوب، بدعوة كريمة من فضيلة مولانا الشيخ سيد حجاج إمام هذا المسجد، لكي نعيش مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما أحسن العيش مع الله ومع سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الصالحون: من أحب الله عاش، ومن مال إلى الدنيا طاش، والأحمق يبدو ويروح في الناش، والعاقل عن عيوبه فتاش. أولا تاني، من أحب الله عاش. اللي بيحب ربنا وسيدنا النبي هو العاش. اللي بيعيد عن ربنا وسيدنا النبي ميت ميت. المحب الحبيب فيه نور الحبيب. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليهم الإيمان. نور الإيمان من نور سيدنا زيد، لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وصفه الله في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. ويقول شيخنا الشيخ صالح الجعفري: قال المفسرون: الشاهد لا يغيب، الشاهد لا يغيب، لأننا حينما نصلي في كل صلاة نقول السلام عليك يا رسول الله، ونقول السلام عليك أيها النبي. السلام عليك أيها النبي كافي الخطاب للحاضر السامع الذي يسمع صلاتك ويسمع سلامك. وحينما يسمع صلاتك هناك ملائكة الرحمن عند روضة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فلان ابن فلان يصلي ويسلم عليه. عطاء من الله عز وجل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء: الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو شمس القلوب وقمر القلوب. إذا كانت الشمس واحدة
وتضيء للدنيا بأكملها، فالنبي يضيء الكون وكل في مكانه يرى من نور النبي على قدره، وليس على قدر رسول الله، على قدرك انت تشوف النبي. وذلك كما يقول الصالحون على قدر الاستعداد يتنزل علينا الإمداد من رب الأرض والسماء ببركة خير الخلق. على قدر الاستعداد يتنزل علينا ايه؟ الإمداد. ازرع والأرض تطلع سماء، اجتهد وربنا ينجحك. إنما تقول أنا هنجح بدون مذاكرة، لا. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله جنة غالية أوي، جنة غالية. والجنة لا تكون جنة إلا بثلاث حاجات: رفقة الحبيب المصطفى، النظر إلى وجه الله، ورضا الله. يبقى كم حاجة؟ ثلاثة. ولذلك تقول أحد الصالحات الطيبات: ليس قصدي من الجنان نعيما إنما أريدها لأراك. السيدة نفيسة رضي الله عنها كان تدعو للإمام الشافعي حينما كان يمرض تدعو له بالشفاء فيشفيه له. في مرض الأخير أرسل غلامه وقال له خلاك تدعي. فقالت السيدة نفيسة رضي الله عنها: قل له متعك الله بالنظر إلى وجهه الكريم، متعك الله بالنظر. فقال الشافعي: هذا المرض مرض الموت فمات في مرضها. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وأجنحة بغير ريش تصير إلى ملكوت رب العالمين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. النبي بكى عند هذه الآية. وسيدنا الشيخ بدال والله ربنا يبارك فيه جمع فأوفى وجمع وشمل في حديث حب سيدنا النبي وحب النبي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء عند هذه الآية في سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك يا ابن مسعود. فوجد الحبيب عيناه تذرفان بالدموع شفقة وحبا لأمته، لأن الحبيب تعرض عليه أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، فإذا أنا مت تعرض علي أعمالكم، تعرض عليك أعمالكم، فإن رأيت خيرا حمدت الله. احنا عاوزين نفرح النبي. هذه القصة الطيبة وهذا الجمع الكبير حب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يفرح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رأيت خيرا حمدت الله. سمعت سيدنا الشيخ ولا جاي سيدنا ابن عباس أحد الصالحين لما رأى سيدنا النبي ورسول الله يحتفل في مولده موقفنا ايه؟ اسمنا الفتح عن طريقة كردولة في الأغاني. قال له الحبيب: من فرح بنا فرحنا به، من فرح بنا فرحنا به. فقال الحبيب المصطفى: تعرض علي أعمالكم، فإن رأيت خيرا حمدت الله. شوف أدب النبي، فأشي وإن رأيت شرا، وإن رأيت خيرا ذلك استغفرت الله لكم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. إيه علاقة استغفار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد استغفار العبد لربه؟ لأننا لن نقبل عند الله إلا برسول الله. كما يقول القائل: أنت باب الله، أي امرئ يأتيك من غير بابه لا يدخل فإن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما قال له مولانا جل جلاله: لو استفتحوا كل باب وسلكوا كل طريق لم يفتح لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد، ولا تترك رسول الله يوما
ما أحلى الصلاة على محمد. شفاء للقلوب لها ضياء ونور مستمد من محمد. إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد. بها الأنوار والأسرار تترى تنور بالصلاة على محمد. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي مرة على محمد. وفي 100 يصلي الله 1000 فعجل في الصلاة على محمد. استأذن سيدنا الشيخ سيدنا مثلا بس بالليل إن شاء الله. صلاة سلام على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. إن شاء الله من كان ذا همة بلغ القمة، وعلى قدر الجد والاجتهاد يكون بلوغ المراد. بنتكلم سيدنا الشيخ عبد السلام بن خالد رحمه الله رحمة واسعة وجزاه الله عن خير. فإن شاء الله نقول بهمة صلاة سلام على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. 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 يا طالب الخير عرج على ديار لها فاح نصف الختام إلى روضة فاز منظرها لدى طيبة عند ذاك المقام. صلاة سلام على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. يا طالب الخير عرج على ديار بها فاح نصف الختام إلى روضة فاز منظرها. اللهم ارزقنا زيارة الحبيب الصالح. قولوا آمين. نسأل الله ذلك. إلى روضة فاز منظرها لدى طيبة عند ذاك المقام. صلاة سلام على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. فقدرها فاق قدر السماء أضاء قلوب الورى بالتمام. ترى حبه في قلوب الورى يزيد ويبقى لدى كل حال.